بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أخوكم الحر التونسي، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة إلى كل الشعوب العربية من المغرب، يعني من المحيط إلى الخليج، المغرب والجزائر وليبيا ومصر والسعودية والكويت والإمارات وكل العرب. أنا باسمي يعني كتونسي تصلني الرسائل من على الفيسبوك، يعني من كل أصحابي يعني العرب. أقول لكم شكرا شكرا ثم شكرا. أنتم ناس يعني أجلاء، ناس بالمصر يعني كويسين، ناس يعني شرفاء وناس نضاف. وكذلك أقول إلى الشعب المصري شكرا إخوتي المصريين. احنا في تونس لا ننسى لكم هذا الفضل، يعني أيدتمونا ونصرتمونا يعني وشكرتمونا وكل ذلك. وكذلك إلى الشعب السعودية، يعني انتوا ناس يعني النشامة أبناء أجواد، انتوا والله ما قصرتوا معنا. وكذلك إلى الشعب المغربي، وخ مولانا بارك الله فيكم، احنا ما ننسوا لكم هذا الفضل. وكذلك إلى شعب الجزائر، اخواتنا الجزائرية انتم طلعتوا رجنا معنا وقفتوا معنا وبارك الله فيكم. وكذلك إلى شعب ليبيا وشعب الإمارات وشعب الكويت، بارك الله فيكم وشكرا، ولا ننسى لكم هذا الفضل. ثم يعني أخص أنا حتكلم بالمصري عشان تفهموا علي. إلى المصريين، أيها الشعب المصري الأبي، يعني أبناء أم الدنيا لا أقولها صراحة، أم الدنيا ونص. أنتوا ناس كويسين وقفتوا معنا يعني وسقفتونا كده، قلت لنا يعني ألف مبروك يا شعب تونس. احنا لا ننسى لكم هذا الفضل، وأقول لكم شكرا. بس والنبي يا مصريين بلاش يعني تولعوا في نفسكم. أنا شفت البارح يعني في محامي أمام مجلس الشعب ولع في نفسه، قبلها بثلاث أيام واحد يعني يشتغل في مطعم كده ولع في نفسه. حرام، أنتوا يعني غاليين علينا ودمكم غالي علينا، هذا انتحار حرام. يعني لا تدخلوا في هذا المهرجان، يعني يعني كل واحد يعني ياخذ بنزينه كده ويولع في نفسه. لا، انتوا غاليين علينا ودمكم غالي علينا. اوكي، احسبوها بالعقل كده. يعني واقول لكم يعني يا شعب مصر الابي، احنا كلنا اخوات، انتوا اخواتنا وانتوا اخوات الجزائريين والجزائريين اخواتنا والمغرب اخواتنا، وكلنا اخوات، كلنا مسلمين، كلنا اخوات، ولا ننسى فضل بعض. بس الله يلعن الكوره وابو الكوره ابو الكوره اللي وقعت بنا. اوكي. وكذلك يعني اخص بالذكر يعني في واحد يعني في مصر احنا مش شايفينه ولا مش سامعينه، فتشنا عليه ولا كلمه طلعت منه. هو اصلا في الاصل هو ثرثار، يتكلم في ده ويشتم ده يعني ويمرمط ده ويشتم، يعني ما فيش حد يعني سلم منه يعني من الكلام. يا استاذ عمرو اديب انت فين؟ احنا ما سمعناش حسك يا استاذ عمرو اديب، ما سمعناش حسك. يعني انت ما فالح الا في اللي تتكلم في الكوره بس. ده شعب ايه ولا مش عارف ايه. ليه كده؟ ما سمعناش يعني، ما فيش يعني مبروك يا شعب تونس عقبالنا احنا في مصر ولا حاجه زي كده يعني، ولو كلمه يعني. معلش بقى يا استاذ عمرو اديب، معلش. يعني احنا بنعرف ان في مصريين وفي مصريين، في مصريين جدعان وفي مصريين زي ما قال يعني محمد العزبي، زي ما قال محمد العزبي، في ناس معادن، ناس من اغنى المعادن زي الذهب، وناس زي الماس، وناس زي النحاس. يعني في ناس بتنبس وتتحط على الراس، وناس يعني خساره تقولوا عليها ناس. اوكي. طب معلش بقى، احنا حننسى لك كل ده ومعلش، لان التونسي يعني سريع الغضب وسريع النسيان. التونسي سريع الغضب وسريع النسيان. ثم كذلك ايها الشعب المصري، لازم تعرفوا ان كل طاغية عنده نهاية ان شاء الله، لان هذا عدل الهي. العدل الالهي يقول كده. يعني فين راح فرعون؟ راح، يعني قارون راح، كلهم راحوا. يعني ولا ننسى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.